الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد فرغنا بحول الله وقوته من الحديث عن منزلة التوبة، والحديث عن منزلة التوبة ونهايتها يعني بداية عمل، ويعني عزم قوي وإرادة متينة وهمة عالية من أجل أن يدرك الإنسان معالي الأمور. فإذا فرغ من منزلة التوبة أقبل بكلياته وقلبه على الله، وذلك هو قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. انتهت التوبة: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذه الآيات تدل على أن أول منزلة بعد التوبة هي منزلة الإنابة، لأن الله عز وجل بعد أن أخبر أنه يغفر لعباده قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة هي موضوع حديثنا اليوم. الحديث عن الإنابة قليل، يعني ما سمعت في من سمعت من تحدث عن الإنابة إلا قليلا، بالرغم من أنها مفردة قرآنية، هي مفردة يعني موجودة في القرآن. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أن التوبة معها إنابة، حتى هذا في حال الأنبياء كقوله تعالى على داود عليه السلام قال: فاستغفر ربه. شنو استغفر ربه بعد شنو؟ فخر راكعا وأناب. بعد الاستغفار الإنابة، والإنابة تعني الرجوع الكامل والإقبال التام والانقياد الذي لا تردد معه، لأن من تاب أتى باندفاع. الذي يحصل له تحول في حياته يعيش حياة فيها غفلة، فإذا ما تاب وبدأ يتعرف على الله وبدأ قلبه يتغير وبدأ فؤاده يتحول، فإذا به ينيب إلى الله بقوة. الإنابة في اللغة تدور على 3 معاني: الإسراع والتقدم والرجوع. فهم أسرعوا إلى مرضاة الله ورجعوا إليه في كل وقت وحال، وتقدموا لأن من معانيها التقدم، وتقدموا إلى محابه ومراضيه سبحانه. يقال فلان أناب رجع، فلان أناب أسرع، فلان أناب تقدم. وهذه منزلة الأنبياء: إن إبراهيم لأواه حليم منيب، أي سريع الإقبال، سريع المبادرة، سريع التقدم، سريع الإجابة، يجيب الله ويقبل عليه بكلياته. وتلك علامة صحة التوبة. التوبة التي تحدثنا عنها في الدروس الماضية من علامة صحتها شنو؟ الإنابة، لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب شنو؟ بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فالإنابة هي قرينة التوبة. من ألفاظ الإنابة الموجودة في القرآن التذكر والتأمل في خلق الله، والهداية مرتبطة بإنابة. قال تعالى عن السماء: فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها فما لها من فروج. فروج معناها خلل.
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل شنو عبد منيب الذي أناب بقلبه ورجع وبادر وأقبل على الله بكلياته هو الذي يتذكر ويتأمل ويتفكر في هذا الخلق وفي هذه الكائنات. وسبحان الله كل هذه المفردات القرآنية فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب مفردة إن إبراهيم لأواه حليم منيب، مفردة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذه المفردات تبين أركان الإنابة. للإنابة أركان، يعني كيف نعرف أن هذا منيب وأن هذا غير منيب، لأنه يربط الإنابة بالعبودية. قال تذكرة وذكرى لكل عبد منيب. بل يعني حتى الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. أواب من الأوبة والرجوع والإنابة إلى الله عز وجل، لكل أواب حفيظ. طيب هذا يعني أن أركان الإنابة 4. لا تتحقق الإنابة في شخص إلا إذا توفرت فيه 4 شروط. الشرط الأول محبة الله تعالى. لا يمكن أن يكون الشخص يسمى منيب ويستحق لفظ الإنابة والمنيب إلا مع المحبة، أن يحب الله تعالى. ولذلك قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فالإنابة بالمحبة، لأنه يمكن أن تريد إلى شيء ترجع إليه بكلياتك وتقبل عليه وأنت مبادر، وبينك وبينه حواجز وكراهية وبغضاء. هذا في البشر، في البشر. يعني أنت حتى إذا أذيت أن تجلس إلى درس لتتعلم، ابتداء لا بد أن تحب من شنو؟ من يعلمك لتتلقى منه تلقي شنو؟ الصحيح أنت كان بتكرهه ما بتفهم منه كويس، لكن تجد أنت تحبه. هذه المحبة هي علامة الإنابة. سبحان الله، حكمة الله أن الله هو الوحيد سبحانه الذي تخافه وتفر إليه لأنك تحبه. أما غير الله إذا خفته فررت منه. في أسد بتجي جنبه ما بتجي، في نار بتجي جنبه لا، في ناس حركة يعني المرور بتمشي جنبه ولا بتغير الشارع. كويس، قف على ذلك. بمعنى شنو؟ بمعنى أي شيء، الحية كويس، النار، أي شيء تخافه تبتعد منه إلا الله. كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت إليه قربا. سبحان الله، هذا شيء عجيب. وهذا معناها المحبة. يعني أكبر شيء يحرك هذه المسألة في النفس المحبة، وإلا ربك يخوفك ويتوعدك، يقول لك النار وبسوي وبدخل والظالمين والبيفعل والكذا. انت قدر ما الله يخوفك بتعمل شنو؟ من كان بالله أعرف كان منه أخوف. يعني كلما كنت أكثر خوفا من الله كلما كنت أكثر قربا منه، وأصلا لا تخاف الله إلا بعد معرفته. فالركن الأول في الإنابة شنو؟ المحبة. والركن الثاني من اللفظ الخضوع. لا يتصور إنابة بغير الخضوع. لذلك الإنابة معها أعمال صالحة. قال تعالى
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سبحان الله، هذه الآية عجيبة في الروم. الآية أتت في صياغ الحديث عن قوله تعالى أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، بعد قال منيبين إليه، كأن الله خلق الناس ابتداء منيبين ولكنهم تبدلت قلوبهم وتغيرت أحوالهم فابتعدوا عن الله تعالى. قالت تعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلق الله الناس على قرب وحب وخضوع لله. طيب، الجمع بين المحبة والخضوع مهم لتتحقق العبودية والإنابة. لماذا؟ لأنك قد تحب ولا تخضع، قد تحب ولا شنو ولا تخضع. هذا ممكن ولا ممكن؟ ممكن ولا ممكن؟ سائر المحاب الطبيعية الموجودة في قلوب الناس من هذا الصنف. كيف؟ أنت تحب ولدك ولكنك لا تخضع له ورجعت تخضع له. تحب زوجك لكن دي قاعد تخضع له، دي خلوها نشوف لنا حاجة ثانية. لأنك كان بتحب المرأة وبتخضع لها، دي إنابة عديد، ما في كلام، دي إنابة، أنت أنبت إلى المرأة دي إنابة. كويس؟ فأنت قد تحب ولا تخضع، وقد تخضع ولا تحب. قد تخضع لمن قهرك حيث لا مفر منه ولكنك خاضع له وقلبك ليس معه. هذا ممكن ولا ممكن؟ لكن الإنابة اجتماع محبة الله وشنو والخضوع له سبحانه. ده الركن الثاني. الركن الثالث في الإنابة مع المحبة والخضوع الإقبال على الله، أن تقبل على الله بكلياتك بقلبك وجوارحك، وأن تسلم قلبك له سبحانه، وإياك أن تجعل قلبك لغيره. معظم الشرور وأكبر المفاسد في أن تجعل قلبك لغير الله، أن يتصرف فيه وأن يمتلكه وأن يجيره غير الله، حتى ولو كان شيخا أو عالما أو أستاذا. قلبك كله اجعله لربك، وسوف تجد بعد ذلك من معاني العبودية وألوان المقامات وصروف الإيمان وصنوف اللذة والمتعة والعبودية ما لم تجدها من قبل. أجل ذلك أن تعطي قلبك لله. قلبك إذا كان غال فلا يليق ولا يحق أن يكون إلا لله. وهذه مسألة مهمة. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم التحفة العراقية في الأعمال القلبية، قال متى ما وجدت من القلب انصرافا لغير الله كان القلب أكثر تعرضا للشبهات والشهوات تتلاعب به شهوات النساء وفتنهن، وإنك لا تجد رجلا تعلق بامرأة إلا من خلل في قلبه لو أنه أقبل على الله بكلياته وكان في قلبه ربه لما انصرف إلى غير الله. وضرب بذلك مثال، قال يوسف عليه السلام مع أنه شاب وكان أقرب إلى فعل الفاحشة لكن قلبه كان مليء بمحبة الله فليس فيها موضع لغير الله، فلذلك لم يلتفت إلى امرأة العزيز. ولأن امرأة العزيز مشركة والإشراك قائم على طرف القلب لغير الله، أي شيء يؤثر فيها بمجرد أن رأت يوسف شابا يافعا وفتى قويا تحركت غريزة الشهوة والجنس فيها فراودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. حصل ولا ما حصل؟ لكن شوف الإقبال على الله بالكليات كان سببا للعصمة. قال تعالى
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه أول حاجة من عبادنا، أهم حاجة من عبادنا، لأن عبودية بالقلب، عبودية قلبية من عبادنا. وكذلك شنو؟ المخلصين الذين أخلصوا لله في التوجه والقصد، لذلك عصمهم الله. وهذه مسألة مهمة. وشوف أكلمك أصلا يا إخواننا، شوف يوسف عليه السلام وقف موقف عجيب. يعني شوف تأمل قوله: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بالله معقول؟ شوف كان ده كده. يوسف يقول هو نبي، قال لي الله كان ما ثبتك قبل كده أنا بمشي على النسوان دي. ثاني بعد ذلك يزور يقول لك والله أنا نتي كويسة، ويقول لك البساط أحمدي. طيب معلش، يعني هنخش في مسألة في التفسير لكن ما في اشكال. لكن الجزء ده نتكلم عنه شنو؟ يوسف يقول لله أنا كان ما ثبتني قلبي ده ما بيثبت، المرة دي مش عليها. يا اخواننا في زول يجي في الزمن ده يقول لك دي زميلتي ما بشتهيها، يقول لك شنو؟ ما بشتهيها، ما عندي شهوة أنا فيها، والبساط أحمدي والنية سليمة أكثر من يوسف عليه السلام. نيتك السليمة دي أكثر من يوسف. والله إلا يكون ما عندك إحساس زي الحجر ده بس. لكن راجل قاعد قدام بيتي تونس وتضحكوا وتشربوا في البارد والعصاير وتقول لي ما عندك شهوة. لو بدأت ما عندك شهوة، الشهوة عندك بتجي. ما هي تتكلم وتضحك وتقول لك نكتة وانت تقول لها نكتة، بعد ذاك الشر بيجي. انت كاش الشر ده مين الاول بيجي شر؟ إذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لو أمنت على جبل من ذهب لوجدتني أمينا عليه، ولو أمنت على عجوز سوداء خرقاء شمطاء عوراء أخلو بها ساعة لما وجدت نفسي أمينا عليها. بعد دفنة تقول لك البساط شنو؟ شوف كلامنا البساط أحمد، شوف كلام الرسول. شاوريك إنه كلامه ضد كلام الرسول. الرسول يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هم يقول لك البساط شنو؟ أحمدي. والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الدنيا واتقوا. اتقوا النساء يعني شنو؟ يتصدقوا فيهم، يتونسوا معاهم، أبعدوا منهم بعيد. الناس يسمعوا اتقوا يقول لك لا والله البساط أحمدي، وناس يقلدوا. في واحد قالت لي واحدة قلدة شديدة: يا زول دي قريبتك؟ قال ما قريبتك. جارتكم في العلة؟ لما جارتنا. على طيب شنو؟ قال بتحجتي. قال بتحجتي، حجت معه. يا زول ما تخاف الله انت، دي حالتك بتحجتك يا اخي. اعوذ بك. اما الايه يا اخواننا: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. يا اخواننا التفسير في هذه المسألة أقوال. من المفسرين من قال أن هم يوسف اختلف عن همها، همت بالفاحشة وهم بالهروب وهم بالضرب. وبعضهم يقول الهم هو مجرد حديث النفس الذي يقع للطبائع البشرية، لمجرد أنه يعني تكلمت معه كلام مرقق وتكشفت أمامه وهو بشر، تحركت فيه هذه المسألة ولكنه لم يبد لها شيئا. وإذا هم العبد بالسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة. ولكن التفسير الذي أرجحه غير هذا، يعني التفسيرين دي ما أرجحه، أرجح تفسير ثالث بوريك له حسن. التفسير الثالث الذي أرجحه أن يوسف لم يهم أصلا. الهمزة ما جاء ليه؟ كل عبارات ومفردات السورة تدل على ذلك. المفردة الأولى قوله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء. لو اعتبرنا الفحشاء هي الزنا، السوء شنو؟ الحديث بالزنا، ربنا قال صرفوا عنه. كيف يكون صرفوا ويكون هم؟ طيب كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. قوله إنه من عبادنا المخلصين، هذه درجة عالية جدا لا يليق مع الهم. قول امرأة العزيز نفسها
أنا راودته عن نفسه فشنو فاستعصم. دي الثالثة مفردة ثالثة فاستعصم. كويس. طيب الرابعة المفردة الرابعة كويس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وهذا القول هو قول امرأة العزيز. من الأول هي تتكلم امرأة العزيز التي تتكلم. طيب نفسر الآية كيف يا إخواننا؟ لو رجعنا إلى اللغة تستقيم الآية في أذهاننا للغة العربية. في حرف مهم جدا موجود هو لولا، والحروف ثلاثة: لو ولو ما ولولا. لو حرف امتناع لشنو؟ لا، حرف وجود لشنو؟ لو تقول لو كان كذا فعلت شنو؟ كذا. هو ما حصل. كويس. فامتناع لامتناع. ولو ما حرف شنو؟ وجود لوجود. يعني الشيء ده موجود خلاني أنا ما أعمل كده. أما لولا هي حرف امتناع لشنو؟ لوجود. طيب معناه شنو هنا؟ امتنع الهم لوجود البرهان، وإذا البرهان يبقى ما عنده معنى. عم محبوب ركز معي، ما قال ولقد همت به وهم بها لولا. لولا حرف امتناع. امتناع شنو؟ الممتنع في الآية شنو؟ وريني لها. ولا ما في موجودة بدون ما يكون في حاجة ممتنع. الامتناع شنو؟ الهم. امتناع لوجود. وجود شنو اللي خلى يمتنع؟ البرهان. طيب وده في لغة العرب السائغ التقديم والتأخير. ولقد همت به مؤكد. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. لولا أن رأى برهان ربه كده وقعت لك، كده وقعت لك. لولا أن رأى برهان ربه شنو؟ لهم بها. وده بيخلي الآية مستقيمة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. حتى الهم ربنا منع منه. وليه؟ في وجود البرهان. يا اخواننا البرهان ده فائدته في نجبه. الزنا ده ما داير له برهان. انا اكلمك خلي يوسف. في ناس في الوسط لما نيجي في الزنا بيمتنع، بيخاف الله ويقول معاذ الله، بيخاف الله. صح ولا ما صح؟ بدون برهان صح ولا ما صح؟ طيب برهان يوسف شنو يبقى معناه؟ لقد همت به محققا. لولا ان راى برهان ربي لهم بها. وجود البرهان منع شنو؟ منع الهم. وجود البرهان منع شنو؟ الهم. اظن الامر واضح ولا اخوانا ما واضح؟ طيب فمحبة الله والخضوع له والإقبال عليه بالقلب. إخوان نشوف أصلا لا يقود إلى الإقبال على الله إلا سلامة القلب، بأن يقبل القلب كلياته على الله. الآن قلوبنا متنازعة بين دنيا وبين عيال وبين النساء، وهذا إذا كان في إطاره الجبلي الفطري الطبيعي الذي خلق عليه البشر ما في ذلك شك. لكن أن يكون هذا هو الأصل، وأن يكون التعلق أكثر خاصة في الدنيا. وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار. لم يضع إنسان الدينار ولا الدولار أمامه وقال الدولار أكبر وركع وسجد وكذا، لا. لكن عبد الدولار كيف؟ بالمحبة. ولما قال يحب الدولار الناس. ورأيكم شنو يا اخوان؟ الدولار ده الناس قاعد يحبوه ولا ما قاعد يحبوه؟ ما تزول ما تحبوه. وتحبون المال حبا جنبه. لكن حب إلى درجة التعلق هذا يصرفه من الحب إلى شنو؟ إلى العبادة. كده قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة الأقمشة. تعس وانتكس ما في فايدة. وإذا شيك فلن تقش. عشان وريت تعس كيف وهو عبد كيف. قال لك جاري ولا الدنيا. لو خشت شوكة في كراعه ما عنده وقت يجيب له منقاش يطلع الشوكة.
مشغول مشغولية ما عنده وقت. قال وإذا شيك فلنتقش، ده الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا شيك فلنتقش يعني كيف؟ أي زول جاري ورا الدنيا وإذا شيك فلنتقش ينطبق عليه حديث تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش. فلنتقش طلع شوكة في نوع زيد ولا ما في؟ وضح فينا جاري جري الشوكة ذاته تخش ولا جاز خلاها تخش. ما عنده وقت يجنب يقولون يا اخوانا طلعوا لي الشوكة دي، ما عنده طريقة. طيب فلذلك أقول أيها الأحبة في هذه المسألة أن الإنابة الركن الثالث فيها شنو؟ الإقبال على الله بكلياتك. طيب الركن الرابع الإعراض عمن سواه. يا اخواننا في حاجة مهمة جدا، التوحيد ده مش انك انت تعرف الله، تعرف الله ولا تتخذ غيره ندا ولا شريك، ده التوحيد. وهذا معنى قوله تعالى لا إله، تكفر بشنو؟ بالآلهة. الآن في آلهة ينبغي أن الناس يكفروا بها، ضد الآلهة الموجودة. البشر الآن يعني يعبدون. يا أخي حتى من علامات ذلك يموت شيخ يدفنوه في الجامع في السودان، حتى يموت شيخ كبير مات، تجي الحكومة ويجوا الناس ويجوا مدراء الجامعات الإسلامية والعلماء ويدفنوه في الجامع. يا اخواننا الجامع ده محل شنو؟ سجود لله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور شنو؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، ما بدأوا بالصالحين، بدأوا بالأنبياء. والصالحين شنو؟ مساجد. معناه يعني شنو اتخاذ القبور؟ يعني شنو؟ في محل ما يصلوا يدفنوا ناس، حولوا جامع لشنو؟ لمقبرة، أو حولوا المقبرة لجامع، وده كله موجود في الشريعة، حرام. وهو مظنة أول حاجة أكلمك أي زول يدفنوا في جامع ضرر ما يعلم به إلا الله. ده كلام ابن عباس. ابن عباس حبر الأمة قال اللي بيدفنوا في الجامع ضروا. عارف ليه قال ضروا؟ قال لأنه دفنه مع مقابر المسلمين تكثر عليه الدعوات مع عموم الخلق. الناس بيجوا ماشيين، الماشي بموتر، الماشي بعربية، الماشي بنجدة، الماشي بإسعاف، البيجي بمواصلات، البيجي كداري، ويقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين المؤمنين. أما ده الناس يخشوا الجامع يصلوا زول يطراوا ما في ذاته، إلا يجوا ناس معدودين يسلموا عليه، ده ضمنه. لكن كان دفنوا في مقابر المسلمين كان بيجي من أي طائفة، ما بزول بفرزك. يعني ما بزول بيجي ماشي من هناك في المقابر. أهلنا الشوايجة الميتين السلام عليكم، البقية ما عندنا معهم شغلة. في الختمية السلام عليكم، يجوا ناس الجبهجية كانوا معانا السلام عليكم، يجوا أنصار السنة، أنصار السنة السلام عليكم، الميتين يجوا الأخوان المسلمين، الأخوان المسلمين في شكل ده. الشكل ده كله في الجوامع ديل كده وديل كده. لكن لما يموتوا هناك زول بيجي غاشين كلهم يقولوا شنو؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ختمية وجبهية وأنصارية وناس المهدي وناس وين كلهم يسلم عليهم. حتى ذل لما يشيلوا يخطوا في الجامع ما ضروا؟ ضروا ولا ما ضروا؟ والله ضرر شديد. ضروا لأنه منعوا دعوة عامة الناس. يا اخوانا المقابر دي مكشوفة والناس بيدعوا بدون ما يعرف المفهوم منه. حتى عليك لما تطيب المقابر بتدعو للناس بتكون عارف الميت منه، بترحمهم كلهم. دي مقابر مسلمين والحمد لله انهم مسلمين. طبعا لا يجوز دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين. والله ما كنت اعلم ان هذا يحصل في السودان. حتى اتصل علي رجل او امرأة لا اذكر يستفتي يقول والله عندنا مقابر في المنطقة الفلانية يدفن معنا النصارى. قلت له السلام حد الدنيا، في الاخر ما في السلام. السلام ده حد نفاشة. في اتفاقية هناك برضه انه في الاتفاقية في كلام زي ده.
يا اخوانا في الاتفاقية في كلام زي ده. قلت له سلامنا مع النصارى حد الخرطوم دي هنا في الآخرة ما في سلام. الآخرة أيضا من في البلد، لأنه عند البيهقي في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة من أهل الكتاب تزوجها مسلم وقد حملت منه وقبل أن تلد الجنين ماتت، فاستشاروا صلى الله عليه وسلم في دفنها. قال أندفنها مع المسلمين؟ قال كيف تدفنونها معهم وهي مشركة؟ قالوا أندفنها مع النصارى؟ قال كيف تدفنوها مع النصارى وولدها مسلم يتأذى بهم؟ قالوا كيف نفعل؟ قال ادفنوها بين المسلمين وبين النصارى. براها عبد الله مغبرة براها. الكلام مهم جدا بالمناسبة عشان يبقى حكم بهذا الحديث يمنع منعا باتا شرعا أن يدفن النصراني وسط شنو؟ وسط المسلمين، وإنه يشيلوا المسلمين يشيلوا وسط النصارى ما يجوز. وهذا للأسف الشديد موجود في السودان، وأنا خايف بعد الاتفاقية دي كمان شنو؟ الحكاية تكتر. أنا خايف الحكاية بعد ده بعد الاتفاقية الناس يقول لك يا أخي برضه معلومة أخواننا وفي المواطنة وفي البلد وشنو ما عارف وكلام زي ده كثير كويس. ومع إنه سبحان الله الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام الرحيم جعل لما تمر على مقابر المسلمين تقول شيء، ولما تمر على مقابر اليهود والنصارى تقول شيء. قال إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فبشروهم بالنار. وأنا أوريك محلاته. أول حاجة جنب التحديد كويس، وانت ماشي على أنا ما بعرف المحلات دي اسمها شنو، بس بعد القيادة العامة على ذلك الشمال طوال البشر ما تخاف ما بيجيك عوجة، بشر في سرك ما في زول بشكلك كويس. تقول أبشركم بالنار أبشركم بالنار أبشركم بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بقبور أهل الكتاب فشنو؟ عاد الرسول قال لنا هنعمل شنو؟ نلاوز ولا نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة. رواه مسلم. أصلا دي ما تشك فيها كويس. وفي واحدة ثانية مقابر اليهود عارفينها وين؟ بعد كبر الحرية، بعد كبر الحرية، بعد ما تنزل كبر الحرية على ايدك اليمين في محل منطقة الصناعية دي محل كذي دي مقابر اليهود برضو تبشرهم بالناس، ودي كمان تزيدوا شوية. اليهود دي تزيدوا شوية كويس. يا اخواننا شوف المسألة دي الاعتقاد حتى بتاع الدفن في المقابر جاء من اليهود والنصارى، لأن الرسول قال شنو؟ لعن الله اليهود وشنو؟ والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يا اخوانا أنا حتى أكلمكم كان متى والله بكتب في وسط كاتبة ما يدفنوني في جامع ويدفنون في مقابر المسلمين مع المسلمين العنقالة دي مع العتالة والمساكين دي يدفنوني معهم، وكتاب الله ذاته فيها تمييز. أنا ادفنوني مع المسلمين العنقالة أصبر أي وما في زيادة على القبر إلا تراب القبر، لا يزاد على القبر شيء إلا ترابه كويس يا إخوانا. فلنفرض أنا إمام في جامعة الأحساء وبعلم الناس وشنو وبقريهم وباذل جهد، أموت يدفنون في الجامعة هنا. وبعدين ما في حاجة مهمة قال لك شنو يا إخوانا؟ شوفوا السلف الصالح الصحابة عندهم فريق. حذيفة بن اليمان في سكرات الموت جابوا له كفن، الكفن جديد والأيام أيام شدة، الناس عريانين، الناس مالهم عريانين. شوف الصحابي ده قال لهم يا إخواننا غيروا هذا الكفن الجديد وانفعوا به حيا. ودي قاعدة مهمة اسمها الحي أبقى من شنو؟ من الميت. قال لهم انفعوا بها حيا وكفنوني بأي كفن فإنني لا ألبس في لحدي إن كنت من أهل الجنة أبدلني الله بكفن من الجنة فما يغني كفنكم
وإن كنت من أهل النار أوقده الله علي نارا فما يغني عني كفنكم. الناس عنده فهم ولا ما عنده فهم؟ ده حذيفة بن اليمان. فالأشياء اللي بتدفنوا الجبس والجيل والأسمنت اللي بيعملوا اللي يجيبوا لنا نعمل بهم المظلة الدجاجين أحسن لهم في الأجر يصلوا فيها يلقوا أجر بدل ما يعملها لي زول. يا أخي الزول ده كان عملت له قبة فتحت الواصل في الجنة قبتك دي ما بتعملوا أي حاجة وكان الله قدره في النار والله كان جبت تكيك مركز للقبة ما بتخرجه. ورأيك شنو يا إخوانا ما كده أصلا حيستفيد شنو الميت؟ وريني الميت حيستفيد شنو؟ بيتضرر وبيتضرر الحي لأنه الناس لما يشوفوا القبر عنده قبة بيجوا الهيبة وهذا يدل على التعظيم ويقود إلى تقديس البشر وعبادتهم من دون الله. لذلك يعني هذه الجزئية مهمة جدا أيها الأحبة. الإعراض عن من شنو سواه عن كل شيء. وشوف أنا أوريك الإعراض عما سوى الله يقود الإنسان إلى الاستقامة. كويس. ذنون المصري رحمه الله من العارفين عنده قصة عجيبة جدا حكاها أهل السير. قالوا ذنون كان يجلس في المسجد إلى وقت متأخر بعد العشاء ثم يرجع إلى بيته يمر بالطريق فتنت به فتاة. في وحدة بتلاحظ لما يمشي الجامع بوقار وبهيبة وكذا نفسها الشهوانية دخلت فيه في ذنون. هي تريده بهذا الوجه الوضيء وهذه الهيئة الوقورة أن يفجر بها. فانتظرته في يوم من الأيام على الباب وليس عليها شيء إلا قميصها فستان بس الشعر كاشف ذلك. لما دنا والولد كوركت عنه. فالذنون رأى امرأة خارج الباب بتولول معناه في شنو في مصيبة فجرى يدخل البيت يريد أن يدفع المكروه فدخلت خلفه وأغلقت عليه الباب وقالت له ما ثمة مستغيث ما في ذل بكورك ولا في كده ولكني أردتك لنفسي. فاتكلم معه قال هذا لا يحل. قالت أنا لا أعرف ما بعرف بحل لو حل إلا تفعل الدنيا ليل أصيح وأجمع عليك الناس. وطبعا بكل المقاييس الناس كانوا يلقوا جوا البيت ما في زول بيعذروا بيقول طوالي مولانا جابك شنو طوالي يا مولانا الله شنو انت كنت في الجامعة حتى قبل شوية أيوة بالنهار تسبحوا وبالليل تضبحوا كويس يقول لك كذا فأصلا ما في مجال. قال لها طيب أنا بالنسبة لي هذا فجور وأريد أن يخفف ربي علي أريد أن أصلي له. قالت صلي ما شئت فخلاص قافل الباب وحذكوري قالت فصلى وأقبل على الله بكلياته أن يصرف عنه السوء كما صرفه عن يوسف عليه السلام. قال لي يا الله أنت الجديد تصرف عن يوسف أصرف عني. يا إخواننا ما قال والله أنا ما قصد أن نعدي ليلتنا دي ونمرق بالراحة ما في مشكلة ما قال أصلا يا إخواننا أنا مع مشاهدهم متصل ما قال كده. الزول دي أصل ما دار يأتي ما حرم الله. ينظر إلى هذه المسألة بشيء من الاشمئزاز. لما سلم تغيرت المرأة سألته حصل لها شيء من الإغشاء أغشي عليها. قالت ما الذي أتى بك في هذه الدار يا رجل؟ قلت جابك شنو؟ ما قال لها أنت ما قلتي وأنت عملتي. قال لها رجل لعب به الشيطان راجل كعب الشيطان اللي عنده وجه. قالت استغفر ربك وقم من مكانك واخرج من هذا الباب ولا تعد. فتح الباب ومشى. الله بيقدر ولا بيقدر؟ بيقدر يحول قلبه ما بيقدر يحول قلبه في ثواني.
اتجه بكلياته. ده مو يريد عن العصيان. يا اخواننا في حاجه مهمه جدا الناس ما قاعد يعني بعضوها. اي معصيه حتى ولو انت سوف تتوب منها تكدر عليك الذي بينك وبين الله، وما في ذلك شك. لا يمكن ان تتعرض لمقت الله ولغضبه وطاعته وان يكون قلبك سالم بكلياته. لا بد ان تنتقص منه نقيصه، وان يتكدر كدر، وان يذهب منه شيء شعبه. لا بد من ذلك. لذلك لا تستهون المعصيه حتى ولو كانت هذه المعصيه لا تدخلك النار. اعلم انها سوف تكدر عليك ما بينك وبين الله. هذه الجزئيه مهمه جدا. طيب، الإنابة إنابتان، هذه أركانها محبة وخضوع وإقبال وإعراض. إقبال على الله بالكليات، وإعراض عن شنو؟ عما سوى الله. بعد ذلك الإنابة إنابتان. الإنابة الأولى الإنابة العامة، الإنابة للربوبية، وهذه كل الخلائق ينيبون إلى الله، كافرهم ومؤمنهم وبرهم وفاجرهم. طيب، ملحدهم يشعر بإنسانيته وضعفه. إذا تعب ماذا يفعل؟ يخلد إلى شنو؟ إلى النوم. من الذي جعل له الليل من الذي جعل له شنو؟ الليل، ولو أنه جعل عليه النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فسكونه وأن الله أعطاه النوم ووهبه، وهذه من آياته. ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله. ثم ما من مخلوق إلا ويجوع، فإذا جاع ماذا يفعل؟ ذهب إلى الطعام منيبا إلى الطعام. من الذي أطعمه؟ إنه ربه. وهكذا. هذه إنابة شنو؟ إنابة عامة، إنابة كل الكائنات وكل الخلق إلى الله قسرا. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. في ناس أسلموا كرها، يعني بيخشوا النار، لكن بيجوع، بيحتاج ياكل. الأكل ده حق الله، بيتعب. ما في زول بيكون مصنجر وريني زول في الدنيا دي بيكون مصنجر أسبوع كذي بس لقمه. وريني لما ده في الدنيا دي في زول بتكري صنجر أصل وفتح عينه دي ما ينوم بيقدر. حتى لو صنجر الصباح بيكون ماله تعبان، وكل مرة يفتح في خشمه. بإنابة. خلق الله الخلق عاجزين ضعفاء ليحتاجوا إليه ويفتقروا إليه وينيبوا إليه. الإنابة العامة ضرب من ضروب العبودية العامة. كده قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ليست العبودية الخاصة عبودية المحبة والإقبال والخضوع، إنما هي عبودية الحاجة، لأنهم مفتقرون إلى الله شنو؟ محتاجون إليه. والدين الكون كله شو مخلوق ما محتاج الله؟ بين الشارون ما محتاج إلى الله، يلجأوا إلى الله، يفتقرون إليه، تمتلئ بطونهم فيحتاج إلى تخليتها. كويس. وقف على ذلك. هذه ال 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 الإنابة العامة ذكر الله عن المشركين. المشركين عندهم إنابة، لكن إنابة للربوبية، اللي هو الربوبية الملك والخلق والتصريف والأمر وكذا. طيب، والتدبير كذا. قال تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. حتى المشركين يركبوا البحر هم مشركين في البر، يقول لك الناس العزى لما يركب البحر بيقول يا الله. يا أخي تعرف في ملاحدة يقول لك الله ما في. لما تقدم مداوى الحمى يقول يا لطيف يا الله يا الله يا لطيف، مع انه يقول لك شنو
الله ما جاب خارجه، ده ما إيمان ولا إقرار، دي إنابة ما لا عامة، دي إنابة شنو عامة. وإذا مس الناس ضر دعوا شنو ربهم شنو منيبين إليه. بعد ذلك فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أشركوا في البر. عشان كده في عربي نجيب واحد سأله قال له يا أخي أنت كده الله ذكي يعني وصفوا لنا وتكلمنا عن الإيمان بالله. قال له هل ركبت البحر يوما؟ هل ركبت البحر يوما؟ قال نعم. قال إذا هاجت الريح أيأتي في خلدك يجي في جواك أنك تحتاج إلى من ينقذك؟ قال نعم. قال ذاك هو الله. سبحان الله، شيء عجيب. البحر ده بالذات خطر والله. البحر ده والله السفينة الشايل العربات دي كلها والناس نايمين والكبيرة دي والله زي علبة الكبريت، والله زي علبة الكبريت في البحر ده. ناس رايدين في السفينة شغالين اسمها شنو يا أخي بيعملوها السودانيين دي؟ الطنبور، شغالين طنبور جد من جدة. على كيف شوف الناس كويس بالله. السفينة دي لما جات في نصف البحر اتعطلت، الخفاف قال لهم السفينة اتعطلت، الغنى بقى بكى، الناس قاعد يبكوا معاهم بنات يبكوا بكى كويس. يا أخي البحر ده مخيف جدا وفيه علامة وآية كبرى من آيات الله. يا أخي البحار دي شوف ربنا خلق وما في البحار من كائنات. هذه هي الإنابة العامة. أما الإنابة الخاصة هي إنابة العبودية والمحبة، وهي التي أركانها كل شنو 4. فالأركان الأربعة المحبة والخضوع والإقبال والإعراض عما سواه تتعلق بشنو بالإنابة يا الخاصة. طيب السؤال المهم كيف نحقق الإنابة؟ إذا كنت على معصية أو حتى على حالة لا ترضي الله وتحولت عنها وأردت أن تنيب، أول شيء لا بد أن تتبع التوبة إصلاح الحال. يقول تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة ينبغي أن تصبح بشنو بالعمل الصالح. طيب بدأ يحدث مسألة مهمة جدا. قال ابن القيم عن الإنابة الرجوع إلى الله، لكن أهم شيء في الرجوع إلى الله الرجوع إلى الله وفاء وعهدا. الرجوع إلى الله شنو وفاء وعهدا. كيف انت ما اصلا من الاول معاهد الله انك ما تعصيه، انت عصيته، لما ترجع الى الله توفي بشنو بهذا العهد الذي بينك وبين الله، وتوفي بالعهد الذي بينك وبين الخلق. في قصة عجيبة في صحيح البخاري رواها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وقصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الرسول عليه الصلاة والسلام والله ما قصر معنا غير الأحكام اللي في شريعته أشد زمان حصل وبيزيد إيماننا برضو كلمنا به. قال كان في من كان قبلكم في بني إسرائيل رجل استقرض أخاه 1000 دينار. قال لي يا أخي ديني 1000 شنو دينار. فقال له ابغي وكيلا، ابغي شاهدا بديك لكني واحد اشهد. قال أشهدت ربي. الزول الداري الدين ده قال له شنو أشهدت ربي. قال له طيب قبلنا شهادته. ده الزول الداري دين التاجر الداري دين ابغنا كفيلا واحد كمان يضمنك. قال الله كفيل. قال قبلته. مش قلت الله رضيت كفيلي الله يريد شهيدك الله يريد. قال لي أداه
ال1000 دينار وقال له متى؟ قال بعد كذا، مثلا شهر، قال له بعد شهر، شال القروش، بعد شهر بيناتهم بحث، شال قروشه، دار يمشي طوال الزول، دار يمشي لشنو؟ للزول. اسمع القصه دي، حكاها الرسول عليه الصلاه والسلام. اخذ 1000 ديناره يريد ان يرجعها الى الرجل، الى التاجر، ولكن البحر كان هائجا ولم تكن فيه سفينه ولا مركب، سيد واقف رسمي، والزول ذاك منتظره بهناك في نفس المواعيد، ذاك واقف بجاي، ده واقف شنو؟ البحر ما تبيناه بالشاوخ. قال هذا الرجل الذي يريد ان يرجع المال اخذ خشبه، قال له خشبه طافت فوق البحر، شالها، خدت فوق 1000 دينار وربطها. قال يا ربي إن هذه 1000 دينار صاحبها طلب مني شهيدا فأشهدتك فرضيا، وطلب مني كفيلا وإني قد اتخذتك كفيلا وشهيدا، اللهم إن كنت صادقا اللهم أصل له هذه، ورماه في البحر. قال عليه الصلاة والسلام وصاحبها التاجر ينتظرها، فلما لم يجد أخذ هذه الخشبة وهو لا يعرف أن فيها ماله وكتب عليها. قال وذهب إلى زوجه، قالت له هل جاء صاحبك؟ قال طبعا لنا زول بيجيب القروش. قالت لا. قال لها لا. أعطاها الخشبة، قال اصنعي لنا بها طعاما. لما فتحتها وقلبتها وجدت 1000 دينار ومعها الورق. قال عليه الصلاة والسلام ثم بعد يومين أخذ الرجل 1000 دينار أخرى في جيبه وقد استقر البحث، فركب سفينة أو مركبة ثم ذهب إلى الشط الآخر وبحث عن التاجر في متجره وقال له تأخرت قبل يومين وكنت أريد أن أبلغك المال والآن أتيت به. قال المال قد وصلني وأخذته، أردد عليك 1000 دينارك. ده في البخاري. وفاء عالي جدا، على وفاء شنو؟ عالي، وعلى صدق مع الله كبير. والغرض من هذه الدروس ومدارج السالكين أن يرقي النفس إلى درجة الصدق والصفاء مع الله، ليقبل الإنسان على العبادة والطاعة وكذا. يعني في منزلة الإنابة هذه يقول ابن القيم الإنابة تحتاج إلى أعمال، ولكن بين الأعمال وبين القلب مسافة. كثير من الناس يعمل أعمال، لكن هل هذه الأعمال من قلبه؟ واحد. هل أثر هذه الأعمال يصل قلبه إصلاحا لها؟ هل صلاته تصلح جوفه وباطنه؟ هل صدقته تصلح سريرته؟ قال وبين القلب وبين الرب مسافة أيضا. هذا كلامه في الإنابة، بين القلب وبين الرب شنو؟ مسافة. كيف؟ بين القلب وبين الرب مسافة بقواطع في الطريق، في طريق القلب تقطع القلب أن يصل إلى الله. كيف؟ رؤية العمل ونسيان المنة. رؤية شنو؟ العمل ونسيان المنة. رؤية العمل شو؟ تشوف إنك العمل ده جبته بقوتك، وإنك أنت الزور التمام. ما تقول الله وفقني، ما تقول الله وفقني، ما تقول الله عني على ذكره. ده اسمه رؤية شنو؟ العمل. نسيان المنة معاه. أنت إذا عملت عمل صالح ما منك، من منه؟ من الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لذلك هذا هو الغرض من هذه الدروس. نواصل إن شاء الله في درس الإنابة أو جزء من الإنابة الدرس القادم إن شاء الله، وأجيب على هذه الأسئلة ما أستطيع الإجابة عليه. يقول في مسألة المأتم، هل يجوز للإنسان إذا مات له قريب أن يذهب للتعزية مع العلم بأن هنالك اجتماع في الصيوان؟ مجرد الاجتماع في الصيوان لا يمنع التعزية السنة، لأنه هذا مكان منكر، ويجوز الذهاب لأماكن شنو؟ المنكر، بشرط أن لا توافقهم وأن تجلس
معهم، لكن مجرد أن تذهب داخل الصلاة وتقول أحسن الله عزاكم وتنصرف، هذا ليس فيه شنو؟ ليس فيه حرج شنو؟ شرعي. الممنوع الجلوس وليس شنو؟ التعدية. أما إذا جلست ويجوز أن تجلس بشرط شنو؟ شنو؟ البيان النصيحة، فلا تقعد بعد الذكرى، يعني قبل الذكرى يمكن شنو؟ تقعد لحد ما تذكر، وأثناء الذكرى يمكن شنو؟ أن تقعد. نعم. السفر للتعزية، هذا سؤال مهم جدا. هل يجوز السفر للتعزية؟ أيها الإخوة يجوز إذا الإنسان وجد ساعة من الوقت واستطاع أن يذهب فليذهب، ما في ذلك شنو؟ بأس ولا مانع. يعني من حيث الجواز جائز أن يسافر الإنسان من أجل أن يعزي، طالما أن التعزية أمر مشروع فالسفر له شنو؟ يكون شنو؟ مشروع أصلا. وهل يجوز الجلوس مع أقاربه في المأتم؟ لا يجوز الجلوس مع أحد في المأتم. لكن أنا أوصي الشباب بفقه. كثير من الناس يحتاجون إلى ترفع لدعوتهم، وأنت لمجرد أنه زول يكون مثلا ود عمك وانتوا حيطة بالحيطة مات ودق صوانه أصمتها عليه نهائيا، يا إخواننا هذا غير صحيح هكذا. بمعنى ما تجد في المأتم، لكن أذهب شنو؟ عزي، تعال بالصباح ما في ناس مستمعين، جيب شايك ليه، هذا مشروع. اصنعوا لشنو؟ للجعفر. الممنوع أن يصنع على جعفر الطعام، أما أن يصنع لهم هذا ليس فيه شنو؟ بأس. لكن البأس وين؟ في أن يصنع له. هو ذات مشكلة مسألة جعفر الزمن ده بيقبع عليه حاجتين، ميكتب شنو؟ الزول ده من دفن بيقول لك انت بتبكي على ميتك، يقول لك ادينا البوكس عشان انت نجيب الحاجه من سوق بحري. يا اخي حاجه شنو؟ وبوكس شنو يا اخي؟ الله يهديك يا اخي. الشوالات بتاعت الفحم وينزلوها والبصل، وفي ناس متخصصين يقول لك دي ناقصه، ودي بيكتبوا الليسته، يقول لك الليسته دي لك يا فلان متخصص ليست بتاعت مآسف يا ناس. يا اخي ده حرام والله لا يجوز. كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت من النياحه شنو؟ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النياحه عليه. النياحه حرام ولا ما حرام؟ واحده كوركت وشرطت هدومها حرام ولا ما حرام؟ الناس قاعدين بجلاليبنا السمحه وشالاتهم قاعدين في مأتم قاعدين ينوحوا، مع انه صانين بيقروا في الجرائد بيتكلموا عن نفاسه برضه قاعدين ينوحوا. مجرد دعاء ده كيف نياحه؟ ده معنى الحديث يا اخوانا. ما يجوز ما يجوز. لكن انت دخل الدعوه بانك انت ما تشتغل معهم تجاملهم وما تجيب اكل تاكل الناس اللي في الحله ساكن. لكن كان جو ضيوف في محل بعيده تمشي الشيء صينيتك وتمشي طوالي. الشرع بيقول كده تمشي طوالي شنو؟ تمشي تكرمه الا يكون دلع عندهم طعام. اذا عرفتم شادين حللهم ما تمشي. معناها الناس دي شنو؟ عاملين شنو؟ عاملين حسابهم في هذه المسألة. نعم. إذا كان ما في مأتم أن تجلس معه من باب إنك تتجله وتعزيه، أما تعزيه تخفيف يعني. أما إذا كان في اجتماع بتأناس يعني كثر لا يجوز، لأنه يبقى اجتماع بعد دفن الميت. يقول سائل كريم ما مصير أهل الفترة؟ ما مصير أهل الفترة؟ الحديث الصحيح الذي ورد في السلسلة الصحيحة أنهم يمتحنون يوم القيامة. يمتحنون. كيف يمتحنوا؟ يؤتى بهم يوم القيامة يقول والله ما سمعنا بنبي ولا كتاب ولا رسول ولا دين. يقول الله لهم لو أني كنت أرسلت لكم رسولا وأنزلت إليكم كتابا أكنتم متبعين؟ يقول نعم. أتطيعوا أمري؟ يقول نعم. فيشير إلى نار يقول ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام أما وإنهم لو دخلوها لوجدوها جنة ولا يدخلها إلا من لو كان إلا من عرف الله إلا من علم الله منه أنه لو أرسل إليه رسول اتبعه. وأي ذل بيابة ده كان حيكون زي شارون ويرجبوش. وأي ذل خشة ده معناها من شنو؟ من الأخيار. وهل أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن
استأذن ربه أن يزور أباه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لأبيه فلم يؤذن له. هذا حديث صحيح ورد في كتب السنن. نعم. جاء في حديث مسلم من حديث معاذ بن الحكم قوله النبي صلى الله عليه وسلم: من الرجال يخطون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، ومن وافق خطه فذاك. فما المعنى؟ إخواننا، الخط قائم على أمرين. أغلب الخطوط كهانة، دجل وشعوذة، يعمل لك خط في الوضع، يقول لك الولد بيجيه سفرة بيمشي أبو ظبي، في مصيبة في البيت، عاملين لكم عمل، ما ضلال مبين ده علم غيب. في نبي واحد عنده خط محدد علم الله أدله، لما يعملوا الله بوريهم حاصل شنو بيكشف له. أما غير الأنبياء ما بيكشف لهم. غير الأنبياء غير النبي الواحد شنو دجالين. ربنا داري الرسول داري يوري بالحديث إنه البقية ماله دجالين. فمن وافق خطه من باب التعجيز، يعني ما في زول حيعمل خط ويكون زي شنو، يعني زي بقول لك كان انت ظالم عندك خط زي حق النبي ده وبتقدر تمشي زي حق النبي ده اعمل. نعم، هاي هو إدريس عليه السلام. طيب يا اخوان، انا ما اعرف السؤال ده اجبنا عليه ولا ما اجبنا. من اتى كبيرا ثم ستره الله وتاب الى الله، هل يذهب الى القاضي ليقيم عليه الحد؟ اجبنا عليه وما متذكر يا اخي. اجبنا عليه الاسبوع الفات. وان لم يذهب هل يغفر الله له؟ والله انا ما متذكر. نعم اجبنا عليه. وحتى مع سؤال ثاني: ومن اقيم عليه حد غير شرعي كالذي يزني ثم أقيم عليه السجن مدة سنة أو شهور في بلد لا يقام فيها الحكم الشرعي، هل يسافر إلى بلد يقام فيها الحد الشرعي؟ جاوبنا ولا ما جاوبنا السؤال ده؟ أولا طبعا إذا أتى يعني كبيرة وستره الله وتاب، لا يفضح ستر الله الذي ستره، لأنه لم يشترط في التوبة إقامة الحد، وإن كان هي الأكمل في التوبة، ولكن ليست هي الشرط صحة في التوبة. بمعنى قال تعالى: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج إلا من تاب وآمن وعمل شنو؟ عمل صالحا معناه حي، ما أقيم على حد، لأنه لو زاني محصن في حسنات، فمعناها شنو؟ فمعناها لا يشترط. أما يذهب إلى السجن وأي عقوبة غير الحد الشرعي لا تكفر الحد، لا تكفر الكبيرة والذنب، تظل قائمة إلا أن يحدث توبة. أما إذا زول ما تاب، زول زنا عياذا بالله وما تاب، سرق وما تاب، ما تاب وقطع عيده وما تاب، لما إلقى الله السرقة بتتمحي من الصحائف، ما بتحسب بها نهائيا. دي فائدة الحدود يا إخواننا. الناس ما بين الحدود دي خايفين ساسا، دي فائدة الحدود. لكن زول سرق 10 سنة سجن، 10 سنة سجن دي ما بتكفر له ذنب. بيمشوا من القيام بيلقاه مكتوب شنو في الصحائف، يتعذب بها في الدنيا هنا اخذ 10 سنة، وفي الاخره شنو بيتعذب بها الا ان يحدث شنو توبة. التوبة ممكن شنو تمحى هذه المسألة. اما لا يقام فيه الحكم الشرعي، هل يسافر الى بلد يقام فيه الحد الشرعي؟ عند الاحناف لا يسافر، وعند الجمهور يسافر، وهذا هو الراجح. عند الاحناف لا يسافر، عند أبو حنيفة ما يسافر، يقول لك لأنه في دار الكفر أصل، والأصل في دار الكفر أن لا تقام فيها الأحكام، ولم يؤمر بأن يسافر إلى دار الإسلام والشرع. لكن عند الجمهور يسافر طلبا للتطهير، لأن التطهير لا يحتاج إلى بلد، هو مسلم أينما حل. طيب ثاني، نعم ما يجوز. هذا في فتوى الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله سئل عن أطفال قصر مات أبيهم وأتى أخوالهم وأعمامهم وأقاموا مأتما من مال أبيهم، قال: كل الذين جلسوا أكلوا سحتا. بفتوى الإمام مالك. هذا أكل سحت ليه؟ لأن المال بيجي حق الرجل، حق منه؟ حق الأطفال. أجنوا تشيل حق الأطفال، تشيل حق الأيتام، تأكل الناس حق الأيتام. ده أنت تعملوا مأتم اعملوه من جيبكم، وكذا أصلا تعمل باطل، أعوذ بالله، ولا تعمل ذاته، لكن وكذا أعمل من جيبك، تشيل حق الراجل اللي هو بيجي أصلا ما حقه، لا يجوز. قد ثبت بالأدلة الشرعية أن الموحد لا يخلد في النار، فكيف يكون مصيره في القبر؟ هل هو في نعيم أم في عذاب؟
وقيل ذلك وقبل ذلك ماذا يقول له ملك الموت قبل خروج الروح؟ يا أيها النفس المطمئنة أم الخبيثة؟ الحديث قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من شنو؟ من الآخر. موحد ولا موحد؟ إذا كان هذه صفته يقال أيها الروح شنو؟ الطيبة أو المطمئنة. وقد يقال لها أيها الروح الخبيثة وهو موحد ولا يخلد في شنو؟ في النار. وكذلك في القبر يتعرض إلى عذاب بقدر شنو؟ معاصيه، ويتعرض إلى نعيم بقدر شنو؟ بقدر طاعته. ولكن الراجح أن المنع التام هو في شنو؟ في عرصة القيامة ودخول النار الكبرى. كنت أعمل لأحد الأخوان في دكان وطال الوقت، وكنت أظن أنه سوف يعطيني بعض المال. يا إخواننا ذيل عجبنا على هذا. طبعا بتاع الدكاكين ده سبحان الله تكون عارفه. كوس. لا أنا عارف إنه سبحان الله ده بيكون. طيب يقول روى البخاري في حديث برقم 3710 أشكل علي فيما معناه أن عمر بن الخطاب كان في دعاء الاستسقاء يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما مات أصبح يتوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الحديث أن التوسل بالصالحين يجوز؟ إخواننا ينبغي أن يفرق بين أمرين: التوسل بذوات الصالحين والتوسل بدعاء الصالحين. التوسل بالذوات التوسل بشنو؟ بالدعاء. حديث عمر بن الخطاب في البخاري في التوسل حجة عليهم أنه لا يجوز التوسل بالذوات. ليه؟ كيف؟ يقال أي الذاتين أفضل، ذات النبي عليه الصلاة والسلام أم ذات العباس؟ الأفضل يا ذات. طيب هل ذات النبي بتختلف حي وميت؟ هو ذاته مش كده؟ مقامه شريف أو مقامه شريف. قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك المال حصة. ده ما سؤال. واليوم نتوسل إليك بعمل. لا ما يتوسل، يتوسل بالنبي ذاته الآن. معناه كانوا يتوسلون بشنو؟ بدعاء شنو؟ بدعاء النبي. والدليل في الحديث قم يا عباس فادعوا الله لنا. معناها ده كان حاصل في زمن الرسول. العلم عنده مش يقول يا رسول ادعو لي الله، الرسول يدعو لي. المرضان تقول الرسول انا اسرع ادعو لي الله. الاعمى يقول انا شنو؟ عميان ادعو لي الله. الناس الدارين مطره يجي في المنبر يقول له هلك الكراع ومات كذا ادعو الله لنا يا رسول الله، يقوم يدعو. ده معناه شنو؟ توسل بشنو؟ بدعاء، وليس توسل بشنو؟ بالذات. لو كان توسل بالذات كان حيكون شنو؟ كان توسل برضه في نفس المحل دي بمنه؟ بذات النبي عليه الصلاة والسلام. والعباس عمل شنو؟ عشان نشوف التوسل ده حصل فيه شنو. يمكن الحديث لحد الاخير. ماذا قال العباس؟ قم يا عباس شنو؟ فادعوا الله لنا. يا اخواننا انت لو قلت زود ادعوا لنا الله ده توسل جائز، اصلا ما محل خلاف ده، لانه التوسل بدعاء شنو؟ الرجل الذي يظن فيه صلاح. قال العباس اللهم لا ينزل بلاء الا بمعصيه ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. وين التوسل بالصالحين هنا؟ كده وريني التوسل بالصالحين هنا وين؟ ثبت المطر. حتى قلت لي صراحة الشيخ عيان أدعو له وانت دعيت له، الحرام شنو هنا؟ لكن انت التوسل بالصالحين تقول شنو؟ يا الله تشفي صلاح الشيخ عشان خاطر محمد سيد. ده التوسل بذوات الصالحين ده ما يجوز. وفرق بين انك انت تقول يا محمد سيد صلاح الشيخ عيان ادعو له، يقول محمد سيد ادعو والمصلين يامنوا وفيهم من هو اتقى لله من محمد سيد ربنا يستجيب. كويس؟ ادعو لنا ما ادعو ربنا. او تقول لي الله يا الله اشفي فلان عشان خاطر محمد سيد. ده اسمه توسل بشنو؟ بالذوات. ده ما يجوز. إخواننا هذا هو الفرق في هذه المسألة. حكم قراءة الفاتحة للمأمومين في الصلاة الجهرية، ده جاوبنا عليه ولا ما جاوبنا؟ جاوبنا عليه لكن
مش ما حاضرين. وفي أسئلة زي دي جات في الدرس بتاع الفقه اللي هو يوم الخميس العصر. الناس يعني الأسئلة بتختلط، يعني فعلا في سؤال زي ده بتذكر جاء في الدرس بتاع يوم شنو؟ يوم الخميس. تسقط قراءة الفاتحة وجوبا، يسقط وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، لقول عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال حكم لبس مركوب النمر. مركوب النمر مركوب النمر. الأمر الأول من حيث أنه جلد ما لا يؤكل شنو لحمه، فإذا دبغ طهر شنو الإهاب فيجوز الانتفاع به. أما من حيث الخيلاء والفخر فإن ذلك منهي عنه من هذا الباب، فلا يخلو من كراهة. إخواننا أنا باقي لي الأسئلة دي كثيرة، ما عندنا لا طريقة، لكن في واحد يعني اختندوه قال أخونا الداعي إلى الله محمد. طيب العلماء الواجب على الإنسان أن يتعلم من الفقه ما هو واجب عليه من العبادات، كما أن واجب عليه، كما أن واجب عليه يتعلم كيف يوحد الله حتى لا يقع في الشرك الأكبر والأصغر. كما أننا نرى كثير من أهل الطرق الصوفية يعترضون الذين يعلمون الناس التوحيد ويقفون ضدهم ويقولون لهم علموا الناس الصلاة. فماذا ترون لرجل الخط ما واضح يوم لا ملجأ من الله إلا إليه وهو مشرك ويصلي ويعمل أعمال كثيرة؟ ولذلك رجاء اشرح لنا كيف الإنسان يقع في الشرك. فما رأيت في كثير من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، مثل البرهانية شنو كده ما عارف، ومثل كثير من هذه الأسماء هل لها وجود في القرآن أو السنة؟ أقلب الصفحة ده. ألا ترى مثل هذه الطرق كثيرة تهدد قوتنا وتفرق فهمنا الصحيح للدين؟ ألا ترى أن مثل هذه من الماسونية والصليبية لتنصيع عقيدتنا ولتفرقتنا؟ فهل أمنين كده حتى عباد البقر، حتى الذين لا دين لهم الآن يتكالبون علينا، وأخطر من هم الذين بين ظهرانينا وينخرون في هذا الدين، وأخطرهم العلمانيون. المهم دي الرسالة كذا يا أخوانا. نشوف ده أقول لكم حاجة. أول حاجة ناس الطب الصوفية قال بيعتقدوا الناس بيتكلموا في التوحيد، لكن أنا برضو عندي ملاحظة. الناس اللي بيتكلموا في التوحيد أسلوبهم صحيح؟ ما هم بيعترضوا. طيب نمسك الناس اللي بيتكلموا في التوحيد، هل أسلوبهم صحيح؟ ده ذاته حتى قال هم مشرك، قال ويصلي ويصوم. تجي الناس تقول انتم مشركين، ناس في الجامع تقولوا مشركين، عليك اللي يسمعوا كلامك. يا اخوانا ما بيبقى كده، هذا لا يجوز. ايضا الشرك موجود الان، وعباده غير الله موجوده، وتقديس البشر موجود. سبب ذلك كله الجهل. نعمل شنو؟ نرفع الجهل ونعلم الناس ونترفق بهم. يا اخواننا الدعوه دايره اسلوب وحكمه. ما تقول للناس براسكم عريانات، بتبتوا العريان قاعد في الجامع ما بيرضى، وانتوا ناس ضالين، وانتوا ناس مشركين. يا اخوان ما كده. ايوه، يعني اهم شيء اسلوب شنو؟ اسلوب الدعوه. نعم طرق في الدين ما وفي شرك سببه تقديس البشر واتخاذ البشر ارباب. في ناس عنده كده، عنده شيخه ده معظم اكثر من الله. تالله ان كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم شنو؟ برب العالمين. عاملين آلهتهم مع الله واحد في قلبه كده واعتقاده كده، ما يقبل ما يرضى. والله يسمون في الشيخ ممكن يقتلك، يعني من كثرة ما عنده شنو؟ عقيدة. ومقسمين بين ناس فلان، عقيدتهم في ناس فلان، ده شرك. لكن يا اخواننا نحن الآن نود أن نرفع شنو؟ الشرك. كيف نرفع الشرك؟ بإحسان التعليم والترفق. ما كان الرفق في شيء إلا شنو؟ زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فأنا أتفق معه في الفكرة، ولكن إيصال الفكرة أيها الأحبة وإيصال المعلومة للناس قضية مهمة. والله يا إخواننا أهم جزئية الآن في المجتمع السوداني الطيب ده فقه الدعوة. والله الناس يعني معاندين، ما حيكونوا معاندين أكثر من كفار قريش. في النهاية حصل له شنو؟ أسلم خالد، وأسلم عمرو بن العاص، وأسلم
عكرمة وأسلم صفوان وأسلم أبو سفيان. إخواننا الحكمة في الدعوة مهمة مع بيان الحق. أظن ما جامل في التوحيد بالذات ما جامل، يقول ده شرك ده بدعة، لكن كيف توقع لنا انت غرض شنو؟ تشاكل ولا تهديه؟ الغرض شنو؟ إذا كان ممكن يتهدي بدون مشاكل تقول إلا تقول مشكلة عشان يتهدوا. تقول أصل الدعوة تفعل تقول فيها مشاكل. كان العكاز ده ما اشتغل ما في دعوة ذاته، نحن ناس منافقين إلا نكلموا الدين. يا أخي إذا كان عايز ويخشوا الدين ويعرفوا الحق بشنو بالتي يحسن. يا إخواننا ربنا عن أهل الكتاب قال أهل الكتاب الواضحين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلذلك أجبنا على سؤال يعني أخونا الذي قدم السؤال، فجزاه الله خير على غيرته، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة